هذا الشهر ليس فضلا استغفر الله منعنا أو منة منا على الله سبحانه وتعالى، بل هو تكريم من الله لنا نحن بني البشر. كما فرض علينا الزكاة وغيره، فهذا زكاة الجسد والروح نعطيه لله سبحانه وتعالى مقابل هذه النعم الذي أنعمنا به. فإذا إحنا في نعمة كبيرة، وهذه الأيام يدل على احتفالنا بما قدمناه في هذا الشهر. فنعود نقول إن المحب للحبيب مطيع. فإذا الإطاعة، فإذا أنا أحببت شخصا طبقت كل ما يقول به وكل ما يقول ولن أخلفه أبدا. فكيف إذا الله سبحانه وتعالى خالق الكون، خالق السماوات، خالق كل شيء، هذه الرحمة العظيمة الذي أرسل لنا حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأكرمنا به وأكرم الخلق والوجود بوجوده. لذلك عندما يقول جيش سليمان وتقول النملة ادخلوا في مساكنكم، أي عظمة بين هذه المجرة الكبيرة التي تحدثنا البارحة، الكرة الأرضية الصغيرة لكنه كبيرة بنور محمد، عظيمة بعظمة محمد، لأنه عظمة محمد من عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك إن شاء الله المريد المبايع الذين بايعوا شيخنا وخلفاء شيخنا ومرشدي الطريقة كأنما وضعوا يدهم بيد الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذه اللمسة أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين. فيجب أن نوصل هذه الرسالة لكل من يبحث عن الحقيقة، كل من يريد النجاة والخلاص، كل من يريد أن ينفع البشرية والإنسانية. فإذا ببيعتكم، بأذكاركم، بطريقتكم توحدون القلوب، هذه القلوب القاسية. الله سبحانه وتعالى يبين لنا بأن القلب، هذا اللحمة البسيطة، أقسى من الحجارة عندما يكون خارج عن حب حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل وأشد. إذن كل شيء يطيب ويلين بطيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فالذي يحرم من هذا من غضب الله سبحانه وتعالى، ونعوذ من غضبه.